اتحاد الكرة بيوافق لتجديد عقد المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن والاستمرار لتدريب المنتخب المصري. وفي تحرك رسمي من اتحاد الكرة بيصدر بيان يؤكد فيها التمسك بحقوق المنتخب والتقدم بشكوى رسمية للفيفا بسبب القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والجمهور تملأ منصات التواصل الاجتماعي بتواصل بالدعم اللعيبة بعد أداء رجولي في كأس العالم. وفي غضب وتصريح ناري من كابتن حسام حسن ضد الحكم الفرنسي اللي حكم مصر منتخب مصر والارجنتين في كأس العالم. حسام حسن محتوى ان الخساره جاءت لاسباب تسويقيه لمنتخب الارجنتين وكأس العالم. والاهلي في مركات الاهلي بيقدم حسين عموته مديرا فنيا للنادي الاهلي. وحسين عموته بيقول في التصريحات الاعلانيه بيقول ان تدريب الاهلي شيء لم يتكرر. ووائل جمعه المدير الكروي في النادي الاهلي بيعلن عن معسكر خارجي للنادي الاهلي. ونادي الزمالك بيحل قيدين النهارده من الفيفا. الزمالك النهارده رفع قيدتين جديدين لنادي الاتحاد الكره، نادي الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، اتنين النهارده ان شاء الله حلهم نادي الزمالك. وطارق مصطفى في الاردن، طارق مصطفى مديرا فنيا للنادي العريق نادي الفيصلي الاردني، ومعاه اتنين مساعدين مصريين في الفريق الاردني.